في كتاب مدينة المعاجز، دخل رجل من الشيعة على الإمام جعفر الصادق عليه السلام وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، يعني قال للإمام الصادق عليه السلام. فالإمام قام على قدميه وقال: مه هذا الاسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين، سماه الله به ولم يسمي به أحدا غيره. فقال الراوي: فبماذا يدعى قائمكم؟ قال: يقال له: السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. وهذا الاسم اسم اختاره الله لعلي بن أبي طالب قبل أن يولد وقبل أن يخلق آدم عليه السلام. نعم. وهذا الشاعر أنه قرأ قصيدة بها معاني بها أسرار، يقول: يا صاحب القبة البيضاء في النجف، من زار قبرك واستشفى لديك شفي. زوروا أبا الحسن الهادي لعلكم تحظون بالأجر والإقبال والزلف. زوروا لمن تسمع النجوى لديه، فمن يزره بالقبر ملهوفا لديه كفي. حتى إذا طفت سبعا حول قبته تأمل الباب تلقى وجهه تقفي. وقل: سلام من الله، السلام على أهل السلام وأهل العلم والشرف. أني أتيتك يا مولاي، أني أتيتك يا مولاي من بلدي مستمسكا من حبال الحق بالطرف. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا أبو الحسن والحسين، صلوات الله عليك وعلى روحك وبدنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.